يمكن البعض يقول انشغلنا بسوق الانتقالات وهاري كين يبقى ولا يروح، يستمر ولا يغادر. هاري كين ما نشوف له صوت الإدارة سواء كان بايرن ميونخ أو توتنهام، لكن هاري كين ما له تصريحات، ساكت، يعني ما يلمح ما يصرح، ما في شيء، لا تلميح ولا تصريح، إنسان هادي، أو إنه يقضي حوائجه بالكتمان. نشوف إن هاري كين هداف تاريخي، ما حد ينكر الشيء هذا. يعني لو الحين هو هداف توتنهام التاريخي، ولو استمر بالبريمير ليج وهذا اللي أتمناه راح يحطم رقم ألان شيرر. لكن المشكلة وين؟ المشكلة اللي ما بينتقل لليونايتد. هو الحين النادي ممكن الفيفرس إنه ينتقل لليونايتد، أوكي هي الأندية، بس ممكن ما نستثني يعني نقول إنه راح ينتقل، ممكن حتى الموسم القادم ينتقل لليونايتد. لكن يروح بايرن ميونخ ليش؟ لو راح بايرن ميونخ راح تكون الألقاب مضمونة أكثر من لو راح اليونايتد، هذا أوكي ضامنينه. لكن أنت تبي تكون هداف تاريخي بدوري بلدك، أعظم دوري بالعالم بريمير ليج، يعني ما أشوف إنه لا داعي إنه يروح ألمانيا، لازم يبقى بإنجلترا، بس ما أتمنى اليونايتد، سواء يستمر أو يروح نادي ثاني، بس ما يروح اليونايتد، يعني ما أحبه وما بين النجاح. عندما حتى توتنهام شنو بيدها غير إنه تقول حق هاري كين الله يخليك يقعد معنا، نحبك نبيك استمر معنا ابقى هني. هذا النادي اللي يلوق لك يولم عليك، هذا النادي اللي المفروض تستمر فيه. انت ما بيدهم شيء يعني غير التمني، يعني بس التمني والدعاء والصلاة له انه يستمر معاهم بس. ولا شنو عندهم؟ الخزينة فاضية، ماكو القاب، تروفيلس، حرفيا تروفيلس، ما عندهم القاب. لكن هاري كين لو استمر معاهم، هو الحين اسطورة، جيمي جريفز ولا هو الحين تعداه صار هداف تاريخ في توتنهام. لكن لو استمر راح يكون الايكون، هو راح يكون ممكن اعظم لاعب تاريخ النادي. لكن شنو الفايدة بدون القاب؟ فهذه الترك انه يا تروح هني يا تبقى يا تروح، بس ما اتمنى اليونايتد، اتمنى يستمر مع توتنهام او ينتقل لنادي انجليزي اخر.